قبل كل سباق كانت جولي تحقن نفسها بجرعة منشطات علشان تزود أدائها، وبعد ما بتخلص بتخبي الإبرة تحت كرسي العجلة بتاعتها، وبسبب الحبوب دي قدرت تكسب 8 بطولات عالم ورا بعض. كانت فاكرة إن كل حاجة ماشية تمام وإنها مغطية على الموضوع كويس، لحد ما بعد واحد من السباقات مدربها فجأة جاله تليفون من منظمين بيقول له إحنا هنبدأ دلوقتي تحليل منشطات عشوائي. وأول ما سمعت الخبر جسمها اتجمد من الرعب، صرخت هنعمل إيه؟ في محاولة يأسة علشان تلحق نفسها نزلت على الأرض وبدأت تعمل تمرينات ضغط، وكانت فاكرة إن ده هيخلي الدم يجري أسرع في جسمها علشان المادة تدوب بسرعة. وفي نفس الوقت المدرب طلع يجري على الأسانسير وفضل يدوس على كل أدوار العمارة بس علشان يضيع وقت على المسؤولين اللي طالعين يفتشوهم. ورغم التوتر جولي كانت واقفة بالإبرة في إيديها ومش قادرة تكمل الحقنة لحد ما المدرب جه في آخر لحظة وساعدها يخلصوا الباقي. الوقت كان بيجري، ولما الأسانسير وصل للدور الثامن المدرب خلى جولي تطلع على العجلة الثابتة وتبدل بأقصى طاقتها علشان تسرع الحرق، وهو كمان كان بيحقنها بمحلول ملح بسرعة مجنونة. وفجأة حد خبط على الباب، المدرب دخل معاه الحمام بسرعة وقال لها تحت الدش وكملي باقي المحلول قبل ما يخشوا. كان أملهم الوحيد إنهم يخففوا تركيز المنشط في الدم قبل ما التحليل يتم. المنظمين بدأوا يفقدوا صبرهم وكانوا هيكسروا الباب، بس جولي خرجت من الحمام هادية تماما وكأن مفيش حاجة حصلت، وبفضل السرعة ورد الفعل السريع عدت من التحليل وسجلت نتيجة نظيفة. بس المرة دي المدرب قرر إنه يجيب لها دكتور خاص يشرف على موضوع المنشطات، وبدأ يزود الجرعة ويحسبها بدقة علشان تفضل دايما في القمة. والنتيجة جولي كانت بتجري زي الحصان ولا حد كان يقدر يقف قصادها، وفعلا كسبت اللقب من تاني. بس بعد السباق المنظمين قرروا يعملوا تحليل دم مش بول، ولأنها هي البطلة كانت تحت المراقبة الدقيقة. جولي وقفت في مكانها مش قادرة تتحرك من الخوف، بس ما قدرتش ترفض واضطرت تطيع الأوامر. رجعت البيت والكل بيحتفل بيها وبيهتف اسمها، بس جواها كانت مرعوبة، عارفة إن كل ده ممكن ينهار في لحظة لو التحليل طلع إيجابي. المدرب طمنها وقال ما تخافيش لسه عندنا ورقة أخيرة. خلاها تدخل خيمة خاصة بتقلد الجو بتاع الجبال العالية، ومع الوقت جسمها عدل نفسه والنسب رجعت طبيعية. بس الخدعة دي كانت أغلى من إنها تتكرر بسهولة، كلفتهم $500,000. ولأنها عايزة تحافظ على مسيرتها وافقت جولي وفعلا نجت تاني. لكن بعد أيام قليلة وهي بتستعد لكأس العالم المدرب فجأة دخل عليها وقال لها الدكتور بتاعنا اتقبض عليه بتهمة بيع أدوية ممنوعة. جولي اتجننت وخافت البوليس يوصل لهم، وهم الاتنين جريوا بسرعة ودمروا كل الأدلة اللي كانت معاهم. بس للأسف تاني يوم جولي لقت نفسها في قلب عاصفة إعلامية كبيرة، الناس كلها بقت بتتكلم والشكوك حوالينها بتزيد والعيون كلها رصداها. وساعتها لأول مرة جولي ما كانتش عارفة تعمل إيه.